المجانين الجنوا في طريق جوا التيارة عاملين لي جوطة وزحمة شنطتيش. أنا ماسك ثلاثة بهنا واحد بقريش أنت كدالة هنا ماشي سوق ليبيا محلشينا تصبر يا أخي. التيارة التيارة جنت هنا في مطار الخرطوم طوالي نزلت وشلت الهمباك بتاعي الإسعافات جا وقف الجنوبي قال لي يا حلفاوي تعال اركب الإسعاف. قلت له أنا ما مضروب ولا أنا ماشي لأمي 4 شهور أمي ما شفتها في جبل أولياء دانا. أنا ودي ديري هذول أنا ماشي نشوف أمي. مشيت زي 3 ركبت مشيت جبل أولياء سنة 2000 قمت رجعت عشان نمشي نجيب الخلوطرة بتاع الخدمة عشان نستلم الشهادة الجامعية ده. مشيت لقيت واحد اسمه بكري دهب كان مع محمد حسن نون هنا بيبيع جرايد كاتب مكتبة وادي حلفة جوبا بيبيع جرايد ومفيد الجريدة بجنيه وهنا في الخرطوم بيقولوا ب 500. أنا يا دول مشيت أول ما مشيت جامعة جوبا الجبهجية قالوا لي تمشي تجيب لنا خلوطرة محل ما سلمت الكلاش. محل ما سلمت الكلاش كمان يعني من الخرطوم كده لغاية جبرة كده والشارع طبعا فيه طنطون. قلت لهم خلاص يلا ادوني الكاكي وادوني الكلاش انا نمشي نجيب لكم خلوطرة بتاع. لبسوني الكاكي لبست الكاكي شلت كلاش مليان خزنتي ركبت عجلة يا زول هيك جبل لادو يا زول. مشيت جبل لادو لقيت واحد ملازم اول قاعد دقيت له كده كراع قلت له انا سلمت كلاشي هنا ده يديني الجواب اللي انا سلمته. فتح الدفتر كده قال لي انت جاي براك. قلت له اي جاي براي نجي مع منو يعني انت شايف معي زول. اداني خلوطرة بتاع السلاح طبقت يا زول الهناي بتاعي جاي بالعجلة مانجا بيت شاي لمانجا ناكل مانجا بيت شاي لموز ناكل موز. لا من الساعة 4 عصر جيت راجي في جامعة جوبا ده. بس مشيت نمت في حي الجلابة وديتهم الهناي يلا قلت لهم قروش 1,800,000 لقيت الجبهجية أكلوا 1,000,000 من المية ما لقيت إلا 800 جنيه بس. يا أخوانا قلت يا زول نمشي للقيادة جوا نمشي نسأل مدير الشؤون المالية في الجيش. أنا قلت له قروشي يا أخي ادينا. قال لي باقي لك أنت ما قلت ما الجبهجية ديل يا حلفاوي عشان كده صرفوهم أنا هنا قايل إنه يدوك. قلت له أنا مشيت إرسالية مرضية الشمال ولا أعمل لهم توكيل لديل أنا. انا كيف انتم 1,000,000 ما نجي نلقى من قروشي انا تقول لي انا ما معهم كنت انا هم اللي جا قالوا لي الخريجين يجوا بيجا جشاقونا. بس لقيت 800 يا زول اجرت كشك ب 300 في سوكاستم بقيت ابي جراي 8 شهور قعدت في امن وائل. الجنوبيين ديل ماندو كورو شكل مانجا العربي الاحمر ده هو أنا ما ماندوكورو يا جوزيف ماندوكورو يعني شنو؟ قال لي يعني ماندوكورو يعني عربي ابن حرام. قلت له أنا عربي أنا حلفاوي يا نمشي نقول كده في سوق جوبا الأبي يجي يقول لي ماندوكورو هو أنا ما تقول لي ماندوكورو أنا والله نهرك جوبا ده أنا حلفاوي أنا ما تقول لي ماندوكورو ابن حرام ده أنا ما عربي أنا حلفاوي يا جنوبي. هو أنت دينكاوي ولا نيويراوي ولا لاتوكاوي ورينا أنت عشان ما تقول لي ماندوكورو عشان أنا حمر ده أنا حلفاوي ده. أنا كان قمت فيكم والله هسه بطليكم من جوبا ده. بيكره العرب موت. ماندوكورو شكل مانجا ماندوكورو شكل يا أخي ما أنا ما ماندوكورو. في النهاية يرفوني حلفاوي ديل ما مدربين بدول سوداني غير الحلفاوي والمهسي والدنقلاوي. ثاني أنا من فرتكال أنا من ارتكال أنت ما سوداني كتير دي بشرية يرفعوا لها علم. علي عثمان محمد طه ده غير ايوه روتانو إن علي عثمان محمد طه جامعة الخرطوم غريونا يجي ناني ودوغ ابتدائية غريوكو حرام وحلال كو غيربيناني في خصاصة ويلي دار إسلامي لا إن محمد سيد هاجنو بمنتشين إسلامي كي كلا غاوة إنشينا ونمو تنجوغ لا يمون دين على جد دينا ولا نمون يا خيل موجتي أيلا أن أولكان بيصلي بالروتانا إجدين نمل فاقين نمل هيركي كان طلع كوي الترجمة بتاعه أنا خروفك يا الله أنا غنمايتك يا الله اذبحني الله أكبر سمع الله لمن حمده. هسه الكيزان والجكوكة والبشكير ده لو صلوا بالبغرة والياسين وشهر رمضان 30 يوم صاموه 60 يوم ما هيجيفوا غفرة في باب جهيم ذاته.
ونينا ذات ناسو هنعمل لهم السودان ده جحيم يعني. أنينا تاني هنعمل بر الدرايسة توريد، وبعدين العباسية كابويتا، وهنسمي كرمك وجيسان الكلاكلات. نينا هنشتغل الكلاب ابو لهب اللي دايرين ومر البشكير ده بوشكم. أنينا ما هنخلي لا بشكير لا كلاب ابو لهب. قالوا ناس التاشرات دير قالوا أولاد مايقوما، أنا صدقت تبال ما قالوا أولاد المايقوما، لأنه في 30 سنة ده الولد أيوة 30 سنة ولد ممكن يشيل كلاش، ممكن يشيل RPG. أنا كنت ساكن كده. كانوا هترين بلقطوا أولاد المايقوما دير ومشوا أكلوهم ليك تفاح ولحم جد. هسه جا فاقينهم لينا ناس علي الحاج وعلي عثمان محمد تاها وكاروري ده. وعبد الحي يوسف ده في جبر عنده شنو؟ مسجد ده بدل ما نسميه مسجد عبد الحي يوسف مش أحسن يسمى بمحمد سيد حاج؟ ايوه ده ما يجي يورينا يا زول الله قال والرسول قال. انت هنينا قرينا الكلام اللي انت بتقول فوقه في الابتدائيه. محمد سيد حاج ورانا قبل ما نطلع سنسات ده. انت ما تتكلم عن عمر البشكير ده، ما تقول له خليك زي عمر بن الخطاب. ارمينا يا عبد الحي فادك وهكذا تنغري ديري مسجد يكون منه سموسه. انت ما كان تعمل لك مستوصف زي سليمان فيدل. انت ولا داير تخش بمسجدك ده جنة. انتوا ما هتشوفوا جنة تاني. السودان ده تاني هيبقى لكم جهيم إلا بعد والله تاني نبلى لكم الأزيار عرقي بس عشان تمشوا الجهيم مرة واحد في دنياكم ده.